السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله يا عائشة. الله يحييك. هلا، أنا عندي منام إذا تكرمت من كم من ابشري يا شهر. عائشة، نعم. حياك أنت داعمة. لا، الله يطول عمرك، مشكور. حياك، آم، تفضل. حلمت إني في فصل جامعي دراسي، وكان الفصل مملوء يعني بالطلاب، وأنا كنت جالسة في الخط الأخير، وما كنت فاهمة الدرس. وبعد فترة جاء عندي الشيخ عثمان الخميس، وبدأ هو يشرح لي الدرس لين ما فهمت. نعم. بعد ما فهمت كتب لي على الدفتر اللي أمامي، كتب لي حياك الله شغل بالخط اليمن. الأحمر، م? كتب لي بالخط الأحمر اسم الحارث، وقال لي هذا الاسم مهم جدا. الحارث. الحارث. م. حلو. وانت- حياك الله شبل اليمن. أيوة. وانتهى. وأنت متزوجة يا عائشة؟ لا، مطلقة. عندك أولاد؟ لا. حتتزوجين، حترزقين بولد. إن شاء الله. بس أسألك، أنت تتابعين إثمان الخميس؟ في المقاطع القصيرة يعني إيه. أتابعها. أنا المنام يدل على أنك تتأثرين بشخص مستقيم، سواء عاد إثمان الخميس أو غيره، لكن حتستفيدين منه كثيرا. المنام يدل على زواج، ويدل على إنجاب ولد، وربما هذا الولد يصبح من الصالحين بحفظ الرحمن يا عائشة. آمين يا رب. لا لا جزاك الله خير. الاستشارة الأولى اللي هي يعني أعاني من مرض مزمن في المعدة، يعني قد رحت عند دكاترة وفحص وما زي كذا، ما في يعني علاج مزمن، وإذا وقفت العلاجات يعني يحصل تفاقم في الحالة وكذا، يعني عليك نفس الشيء. عليك طارق هذا من هذا، طلعوه من يا شيخ، هاي اسمعني، ف مشرفين لا تطلعون أحد. اسمع حبيبي، مع عليك أيوه. اسمعني، عليك بكوب الماء الفاتر ملعقة عسل أو ملعقتين عسل يوميا تشربها على الريق. طيب، أنا أقرأ عليه سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر الآيتين من سورة البقرة، بيض الله. والمعبودات يعني الأربع، قل يعني الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فيعني ما في يعني تمام. ما في مشكلة، جزاك الله خير. لكن أنا ودي تحط عسل تشربه الصباح أول ما تصحى، عسل في موية فاتر كل يوم، بعدها بنص ساعة 40 دقيقة كل، لكن قبل الأكل أول ما تصحى تستخدم هذه الطريقة. جميلة جدا لتنظيف البطن، جميلة جدا للمعدة. بعدين ذكروا منها قشر الرمان، ذكروا العسل مع قشر الرمان، شفتوا؟ بس اني والله عاد هذه الاشياء. تناول الرمان تناوله مع القشر، بس المشكلة أن يعني إذا كثرت من الكمية أشوف أن في عسر هضم يعني بزيادة، عندي قرثومة خلاص، يعني ضعيفة. انا اشوف انك العسل، بالنسبه للعسل طيب، وهذا شفاء العسل. استشف بالعسل مع بالفاتحه، فاسال الله تبارك وتعالى لك الشفاء، والعلاج الطبي موجود عندك. هو العلاج الطبي لكن ما نفع، يعني الآن يعني انتقلت إلى علاج الأعشاب. ها؟ انتقلت الاعشاب ما إلى اعرفها ابدا، ابدا ما تمام. اعرف بالاعشاب. أنا أنا بل اني أنا, أنا انصح الجميع. الاعشاب يا جماعه ترى خطيره جدا، لا احد يتفلسف فيها، لا احد يجي يقول والله في الاعشاب كل شوي طلع لنا واحد حط ما ادري ايش وحط، تراها فيها سميات، طيب، والاعشاب ما الاخرى فيها يعني اصلها فيها. قد اسمعني يكون. بس، اسمعني الله الطف بي وبك، خلنا نكمل كلامي وبعدين اسمعني. يا جماعه، معلش والله. يا جماعه، الاعشاب اللي ما يكون متخصص ودارس في الاعشاب لا تاخذون منها. ترى يا جماعه حصلت وفيات، ترى يا جماعه صارت امراض لا يعلم فيها الا الله. لا يجيكم واحد يتفلسف يطلع لي في البثوث لا عنده خبره ولا يعني شخص ما هو دارس متخصص، لا تاخذ منه ابدا، لا تاخذ منه. ترى هذا كارثه يا جماعه. الاعشاب اذا مزجتها مع بعضها يصير بعضها سميات، خطير جدا. بعضها قدر لو زدته ترى كارثه. يعني الشيبان الله يغفر لهم، حط قيصوم، حط جعده، اشرب
والله يا جماعة ترى في كوارث لا يعلم فيها بس إلا هذا الله. اللي يعني أخذته هذا الإنسان هو يتقي نوع الله واحد. يقول والله أنا شفتها، أخذت هذا الكلام من جدتي ومن جدي ومن عمي. يعني خليني بس أكمل حكي للناس اللي تسمعني. وعمي الله يغفر له كان يعالج، وجدتي كانت تعالج، وهذه العلاجات كانت تسويها وناجحة. ترى يا جماعة سمية، خلط الأعشاب كارثة. يعني إذا ما كان على قدر ومعرفة ودراسة وشخص دكتور متخصص في هذا المجال ومعلوم ومعروف يتكلم في القنوات الفضائية ومعلوم شهادته، لا تأخذون منه يا جماعة. انتبهوا من الناس اللي يطلع يتفلسف يوميا، مرة راقي، مرة عشاب، مرة معالج عن العمليات، ومرة يتكلم في الهندسة، ومرة يتكلم في الطيران، ومرة يتكلم في السباكة، ومرة يتكلم في البناء، ومرة يتكلم في تصريح السيارات الميكانيكا. ما ادري وش خليت سيد فاهم، حد يا سيد فاهم. ويا جماعه لا تاخذون من ذولا، اسال الله ان يحفظك. سمي. الله يجزاك خير. سمي شيخ. هذا المسألة هذه هل يعني لها علاقة في العين أو السحر أو الحسد أو؟ لا هو ممكن، بس كون انه مرض عضوي موجود، انا استشفي القرآن ما في مشكله، استشفي بالعسل طبعا يعني هذا كل موجود، مرة المشكلة. الحالة تتأزم. العسل للمعده جميل. ما اسمعك والله، الصوت يقطع ترى عندك. أقول يعني كل مرة والحالة يعني تتأزم، يعني الآن يمكن 3 سنوات يعني، وكل مرة وهي تتأزم. استشفي بالقرآن، استشفي بالقرآن، استشفي بالقرآن، قراءة طيب الفاتحة سور محددة استشفيها أو كثيرا. آيات محددة؟ والله شوف، الله تبارك وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول الله جل في علاه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا. حاول أنك تقرأ آيات الشفاء بنية الشفاء، اقرأ من الفاتحة كثيرا، كرر الفاتحة 7 9 21 31، كرر الفاتحة، وانفث على الماء اللي فيه عسل واشربه. أنت اقرأ عن نفسك، واستشف فيه، واستشف فيه. ماء زمزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له، استشف في ماء زمزم. للأسف ما عندي ماء زمزم. أنت من أي دولة تتكلم يا شيخ؟ من اليمن. يا أهلا فيكم يا أهل اليمن، يا مرحبا فيك، في حفظ الرحمن يا أخي. يا والله يا أهلا فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك ونخوك، أسأل الله أن يشفيك يا رب، يحفظك.